نسولوا الحضور يعني. الله تعالى وبركاته. آنساتي سيداتي سادتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى الكريم. معكم جاسر عيد ورحاب الحواد، طالبين بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار. سنجتمع اليوم لتقديم موضوع ميزانية تونس 2014. نرحب بضيفينا الكرام ونشكر لهم حضورهما. معنا السيد محمد صالح فراد، المحلل المالي الدولي والحاصل على شهادة الHEC والMBA من كندا، ومدير شبكة التصرف في الصناديق الاستثمارية. كما نرحب بالسيد الدكتور صالح جبنون، استشاري استراتيجية الاستثمار ومتحصل على إجازة في القانون العام، تخصص إدارة مالية وعمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، ومتحصل أيضا على دكتوراه في القانون العام الأوروبي في جامعة سوربون باريس. نترك الكلمة الآن للسيد الأمين العام السيد راشد الكحلاني. تفضل. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية نرحب بضيوفنا الكرام الدكتور صالح جبنون والدكتور محمد صالح فراد. كما نرحب أيضا طلبة الاتحاد العام التونسي للطلبة بالمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس، وكل أبناء الاتحاد وكل الطلبة بهذه المدرسة العريقة. الاتحاد العام التونسي للطلبة مجددا يضع يده على نقاط مهمة تهم البلد ومستقبلها وتهم أيضا الحركة الطلابية والطالب عموما. قانون المالية للسنة القادمة أو الجديدة قانون مهم جدا وموضوع للنقاش في هذا اليوم المهم. قانون المالية يهم الوضع الاجتماعي للطلبة، يهم الحركة الطلابية، ويهم الوضع الاجتماعي عموما للشعب التونسي ومستقبل الاقتصاد في تونس. بالتالي هذا الموضوع هو محل نقاش ومطروح للتداول بين ضيوفنا الكرام الدكتور صادق جبنون والدكتور محمد صالح فراد. وبالتالي الاتحاد العام التونسي للطلبة يريد من الحركة الطلابية ويريد من الفضاء الجامعي أن يكون حاضر بقوة وله آراءه وله ما يطرحه في هذا الموضوع المهم. بالتالي نجدد ترحابنا من جديد طلبة الاتحاد العام التونسي للطلبة بعموم الطلبة المرسمين بالمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس، ونأمل أن تخرج هذه المناظرة وهذا الموضوع يعني نقاش جيد ومفيد ومثري لموقف الاتحاد العام التونسي للطلبة، ومثري أيضا لقانون المالية. ولم لا تكون هذه المناظرة باب وفتحة نحو تغيير هذا القانون وإيجاد فيه الإصلاحات المهمة نحو تعزيزه ونحو أن تقول فيه الحركة الطلابية والطلبة عموما آرائهم المرجو أن تكون مفيدة في هذا الموضوع. بالتالي يطلق الآن الحوار، وإن شاء الله تكون لنا بعد هذا الحوار وهذه المناظرة نقاش مطول ونقاش مع ضيوفنا الكرام. نرحب بهم مجددا الدكتور صادق جبنون والدكتور محمد صالح فراد. بوركت سيدي. إذا نبدأ مع السيد صادق جبنون، تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. سعيد اليوم بالدعوة اللي قدمها لي الاتحاد العام التونسي للطلبة، سعيد بوجودكم هنا، وهذا يدل على اهتمام جيد من الطلبة في تونس بالمواضيع الاقتصادية والمالية اللي هو في الأصل هذا يعني مستقبلكم أنتم. يعني هذا البلاد هذه باش تصنعها أنتم قبل ما يصنعها الناس اللي في الحكم. الموضوع قانون المالية هو موضوع شائك وهام، لذلك أثرت أن أقدم لكم مبدئيا عرض إيجاز عن معنى قانون المالية. شنو هو قانون المالية؟ ما هذا القانون الذي يقع حوله كثير من الجدال ومن اللغط، وهو القانون الذي يحدد المصير الاقتصادي للدولة في سنة معينة. هذا القانون الذي يحدد مجموع المداخيل ومجموع المصاريف للدولة ومصالح فئات متعددة، ولكن كذلك التوجهات الاقتصادية الكبرى، أو من المفروض أن يكون هذا. بداية اسمحوا لي أن أقدم لكم عرض سوف يكون باللغة الفرنسية، واشكر أيضا الدكتور محمد صالح فراد. نعرف بعضنا والتقينا في نفس الموضوع هذا في أماكن أخرى. اسمحوا لي نقدم لكم معنى قانون المالية، وهنا باش نستسمحكم عذرا. بداية راهو عرضنا باش يكون باللغة العربية لكن أيضا باللغة الفرنسية ماذا اقتضت الحاجة ذلك، ونعتقد هذا ما ثماش إشكال بالنسبة لكم. اسمحوا لي مبدئيا نقدم لكم وثائقي صغير حول معنى قانون المالية وكيفية إنجازه. هو الموضوع حول فرنسا لكنه نفس الشيء، نفس الآلية هي تأخذ في كل الدول.
de dépenses. 95% des recettes sont des recettes fiscales, c'est-à-dire les impôts sur le revenu, les sociétés et le patrimoine, et les taxes sur la valeur ajoutée ou les produits pétroliers par exemple. Les dépenses, quant à elles, sont de 4 natures. Les dépenses de fonctionnement, comme les salaires des fonctionnaires. Les dépenses d'intervention, dans le domaine social et économique, comme les allocations chômage, mais aussi internationales, comme la contribution à l'Union européenne. Les dépenses d'équipement et d'investissement, la construction d'une route par exemple. Depuis plus de 30 ans, l'État dépense plus qu'il ne perçoit. On dit qu'il est en déficit budgétaire. L'État s'est endetté pour faire face à l'accumulation de ces déficits. Il faut donc ajouter un 4e poste de dépenses lié aux intérêts de cette dette. Attention, nous parlons ici de déficit budgétaire, qui ne comprend que les dépenses et les recettes de l'État, et non de déficit public, qui prend également en compte celles des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. Dans la zone euro, tous les pays se sont engagés à présenter un déficit inférieur à 3% du PIB. Pour réduire son déficit, l'État a 2 leviers à sa disposition. L'augmentation de ses recettes et la réduction de ses dépenses. C'est le gouvernement et le Parlement qui déterminent quel levier privilégier lors de l'élaboration du budget. Pour cela, chaque année, de janvier à septembre, tous les ministres participent, sous la coordination du ministre du Budget, à la préparation du budget de l'année suivante, dans ce qu'on appelle le projet de loi de finances. La loi de finances doit ensuite être adoptée par le Parlement, puis promulguée par le président de la République avant le 31 décembre. Tout au long de ce processus, des institutions indépendantes, telles que la Cour des comptes ou l'Union européenne, exercent un contrôle. Pour établir le budget, le gouvernement doit tenir compte des prévisions de croissance. En effet, si l'activité économique ralentit et que le chômage augmente, les recettes fiscales de l'État diminueront. Et certaines de ces dépenses, les allocations chômage notamment, augmenteront. Réciproquement, les choix en matière budgétaire ont des effets sur l'activité économique. En effet, si l'État dépense davantage en prestations sociales afin d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages, cela peut avoir un effet positif sur la consommation et la croissance. Les orientations retenues dans le budget sont déterminantes pour les politiques publiques. Il est donc essentiel qu'elles soient analysées et discutées dans le débat public. يظل واضح هذا التقديم معنى قانون المالية. إذا شفتوا معنى قانون المالية وأهميته بالنسبة للدولة. نرجع للإطار التونسي. في بالكم كون في تونس نحن مرينا من خلال سنة 2011 إلى يوم الناس هذا بسنوات صعبة انطلاقا من الثورة، حيث الاقتصاد التونسي عرف هزات مما أدى إلى نسبة نمو سلبية سنة 2011 ثم نسب نمو متوسطة ومتواضعة من ذلك الحين إلى الآن. يعني من سنة 2011 إلى الآن عملنا نسب نمو متواضعة، رجعنا ل 2% عام السنة باش نكملوا يعني بالكاد 3%، والآن بالنسبة للثلاثي هذا نحن في 2.6% مع يعني تدهور أو عدم بلوغ النسب التي كانت مرجوة في الأول. نعطيه لمحة عن الاقتصاد ككل. الاقتصاد الدولي المرحلة التي فيها الآن نحن من سنة 2016 هي مرحلة أزمة عالمية. شريكنا الرئيسي الأول اللي هو الاتحاد الأوروبي فيه تعافي اقتصادي ضعيف أو فيه نسبة نمو ضعيفة لا تتجاوز 0.9%. والاتحاد الأوروبي في حد ذاته ينقسم إلى نصفين،
دول أوروبا الشمالية يعني ألمانيا، سويسرا، دول شمال أوروبا وما حولها، ودول جنوب أوروبا فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، والتي هي تمثل الحليف والمزود الرئيسي لتونس بنسبة 72% من الصادرات و75% من الواردات، وهي المورد الرئيسي للسياحة بالنسبة لتونس. هذه الدول عرفت أزمة هامة مع ارتفاع في قيمة اليورو وانخفاض عندنا نحن في قيمة الدينار، مما أدى إلى تضخم مالي مستورد من أوروبا، مع ما وقع من اضطراب في آلة الإنتاج في تونس ومن ظاهرة التهريب التي أدت أساسا مع القطر الليبي أدت إلى تهريب المواد الأولية والمواد الغذائية لغيره والمواد الاستهلاكية، مما أدى إلى ارتفاع هام في التضخم في تونس وصل حتى 6.8%، والآن استقر في نسبة 5.8% بالنسبة للتضخم المالي الرسمي، أي باعتماد المواد المدعمة. واضح الكلام؟ مواد المدعمة يعني 5.8، لما ناخذ مواد مدعمة وغير مدعمة يكون التضخم المالي أكثر. في هذا الإطار نسبة النمو المتوقعة كانت الحكومة تتوقع صندوق النقد نسبة السنة هذه أكثر من 4%. لكن هنالك دراسة لمؤسسة فرنسية يعني لبنك فرنسي خاص بنك ناتيكسيس قدمت في دراستها يعني طرحا آخر للاقتصاد في تونس بكيفية يكون النمو فيه لا يتجاوز 3%، وهو ما وقع بالفعل نظرا للصعوبات التي عرفها الاقتصاد التونسي من اختلال منظومة الإنتاج ومن هزات اجتماعية، اضطرابات اجتماعية واضرابات تجاوزت 35,000 حادثة اجتماعية بين إضراب منظم وإضراب غير منظم، يعني نجمعهم مع بعض. هذا أدى إلى قلنا إلى تدهور الوضعية الاقتصادية في تونس وإلى ضعف المقدرة الشرائية وإلى أيضا بروز ظاهرة التضخم المالي. علما بأن مستوى الدخل في تونس هو من أضعف مستويات الدخل في الحوض البحر الأبيض المتوسط. التونسي مستوى الدخل بتاعه المعدل السنوي هو 4150 دولار، بينما أقل دخل في أوروبا ينطلق من 16,000 دولار. كان نتكلم عن يعني البرتغال. الإشكال في تونس كون نسبة الدخل عندنا ضعيفة، كونه بالنسبة للجباية، الجباية يتحملها أساسا الأجراء، نسبة يعني 18% من المطالبين بالأداء اللي هم الأجراء هم اللي يدفعوا النصيب الأساسي من الجباية. بالنسبة لتونس هنالك ظاهرة هامة هي ظاهرة التهرب الضريبي، الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد الذي لا يخضع لمنظومة الدولة هو يمثل 54% من الاقتصاد التونسي. يعني كان نحن قيمة الاقتصاد نتاعنا يعني البي بي نتاعنا يوصلش يعني دون يعني بلوز او موان يعني دون لي 50 مليار دينار، هذا عنده على الأقل يعني نصف. والمنظومة هذه تتحكم في كتلة هائلة من العملة الصعبة تقدرها جمعية الاقتصاديين التونسيين ب 750 مليون دينار، 750 مليار دو مليم، 750 مليار مليم. الفلوس هذه عملة صعبة قاعدة تدور في البلاد ما تتحكمش فيها الدولة وتمشي في القطاع الموازي. جات الحكومات المتعاقبة منها انطلاقا من حكومة السيد باشي قايد السبسي إلى اليوم هذا قامت بسياسة توسعية، سياسة توسعية من حيث النقد، حيث ضخ النقد. بمعنى نعرفش كان في بالكم مش معناها يعني الكانتيتاتيف ايزينج او سياسة التحفيز الكمي، يعني يتدخل البنك المركزي ويضخ اموال هامة في الاقتصاد على امل ان يعود الانتعاش، وهو ما وقع سنة 2011. ثم اتت حكومة الانتخابات، حكومة السيد حمد الجبالي، واعتمدت سياسة الجو اند ستوب، يعني توقف شوية احيانا تعطي توسع في الانفاق العمومي وفي الانتداب العمومي، ثم تتوقف اثرها في فترة لاحقة يعني واتباعا حتى الاقتصاد بين عملية توقف وانطلاق حتى يعني يعتدل الاقتصاد، لكن النتيجة لم تكن كما هو مرجو في البداية، وكانت دون المأمول، لأن المفروض أن تقع الجو والستوب في نفس الوقت، يعني يقع التوسع في نفقات التجهيز، في نفقات الاستثمارية للدولة، مع الضغط على النفقات التصرف avec يعني pression sur les dépenses de fonctionnement، أي نفقات التشغيل اللي شفتوها توا، نفقات الموظفين، نفقات الإدارة العمومية، حتى تحافظ الدولة على التوازن المالي نتاعها. مع العلم أنه ميزانية التنمية في تونس هي ميزانية هامة، وصلت يعني حتى 5800 يعني 5.8 مليار دينار، لكن مع الأسف لم تتمكن الحكومة إلا من إنجاز 35% منها، يعني من إنجازها نظرا للصعوبات القانونية والصعوبات الإدارية وكذلك الاضطرابات السياسية والتجاذبات التي عرفت البلاد. سنة 2012 جاء قانون مالية قام برفع في الإتاوات، بداية بعض الإتاوات تسجيل السيارات وبعض الإتاوات،
لكن كان يرجو أن ترتفع مداخيل الدولة من الناحية الجبائية. لكن العكس هو الذي وقع. سنة 2012 كانت مداخيل الجباية تمثل 83% من ميزانية الدولة. سنة 2013 المتوقع أن تكون 72%. يعني وقع لنا ما يسمى لا كورب دو لافير. لا كورب دو لافير يعني وقت عندك توقع نتاع مداخيل جبائية ويقع لك مداخيل جبائية دون ما هو المأمول من جراء عدم استجابة الفاعلين الاقتصاديين، يعني عدم استجابة القطاعات الإنتاجية، c'est-à-dire les agents économiques n'ont pas bien répondu au stimulus، وكذلك من جراء أيضا الضغط الجبائي الذي كان في غير محله. ميزانية سنة 2013 أعتقد أنها واصلت نفس هذا المنهج على صعيد الأشخاص وعلى صعيد المؤسسات. على صعيد الأشخاص نلقاو أن ميزانية 2013 زادت في الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى. الضغط الجبائي الكلي في تونس هو 21%، الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى هو 30%. يعني الطبقات الوسطى التي تقوم بالدفع، يعني الموظفين وجراء وغيره، هي اللي عادة تدفع الجباية، وقع زيادة الضغط عليها مقارنة مع الإبقاء على نظام التقديري الرجيم فورفيتير اللي فيه 400,000 شخص واللي يمثل تقريبا ما يقارب 80% من المطالبين بالأداء اللي يدفعوا كان 100 دينار في 100 دينار في السنة كلها. تلقى فيهم أحيانا الطبيب واللي عنده تجارة وعديد الفئات اللي لا تساهم في العبء العام بصفة تتماشى مع دخلها وتتماشى مع القاعدة الرئيسية في الجباية أو التي هي العدالة والإنصاف، لأن العبء الجبائي le fardeau fiscal se répartit selon deux grands principes حسب مبدأين هامين. المبدأ الأول هو مبدأ العدالة أي الناس كل تساهم. المبدأ الثاني هو مبدأ الإنصاف أي أن كل فئة اجتماعية تساهم حسب مقدرتها وحسب الثروة الموجودة عندها. أعتقد أنه في القانون هذا لم يقع هذا الإنجاز من حيث أنه أتى بإجراءات يعني هامشية أو في الجانب كمثلا رفع الإتاوة على السيارات. نحن مش ضد يعني كونه يقول قائل يعني 4 خيول باش يزيد كان يدفع يعني بالزايد يعني 50 دينار، هي زاد الإتاوة هذه من 50 إلى 700 دينار. لكن الإشكال على 1,560,000 سيارة في تونس 640,000 فقط يقومون بدفع هذا يعني هذه الإتاوة يعني معلوم من الجولان، يعني والقيا وين؟ كذلك إشكال آخر كونه هذا يحمل الطبقة هذه الأساس الثقل نتاع الجباية. ما تنساش كونه مثلا ثم فرق بين السيارات تعمل بالبنزين والسيارات تمشي زاد بالديازال، هي سكون ابل لا سور تاكس ديازال، انت باش تزيد تعطي الناس اعباء اخرى. بالنسبه للاشخاص هذا ايضا اجراء الزياده على بالنسبه للإتاوة على المسكن الثاني. اعتقد انه هذا الاجراء هو مضر، لان مازلنا في تونس ما عندناش مسح عقاري دقيق وشامل للممتلكات، ثم انه باش يرجع الانعكاس الجبائي او الجبائي على المكترين، وثم طبقه واسعه كبيره في تونس ما عندهاش ديار، في المقابل تلقى 500,000 منزل شاغر. هذا باش يرجع يعني صاحب المنزل سوف يثقل في معلوم الكراء على المكترين، والذين فئه هامه منهم بالنسبه لتونس العاصمه والمدن الكبرى هي ايضا من العائلات المتوسطه او من الطلبه الذين يساهمون لاكتراء منزل. بالنسبه للمؤسسات هنالك اشكال. المؤسسات 10% فقط من المؤسسات في تونس او دون تدفع الضريبه. هنالك مؤسسات كبرى مثل مؤسسات النفط ما تدفع في حتى شيء، اللي عندها هي الخزينه السوداء للمنظومه اللي كانت سابقه، المنظومه السابقه ما يقدر هذا ب 4000 مليار، يعني 4 مليار دينار. هذه الاموال يمكن يقع استخلاصها من شركات النفط ثم مراجعه عقود النفط التي اسندت اليها بغير وجه حق. تلقاو مثال مؤسسه في تونس تستحوذ على الغاز الكل، تخرج الغاز من تونس وتعاود تبيعه للدوله التونسيه بالعمله الصعبه والكوميسيون يعني والربح او الهامش الربح كان يمشي للمنظومه القديمه، المنظومه اللي كانت موجوده قبل. كذلك بالنسبه للمؤسسات هنالك الجبايه الرئيسيه التي هي الاداء على القيمه المضافه لم يتطرق اليها مشروع الماليه سنه 2014. تتذكروا كل ما السيد وزير الماليه الحالي وهو السيد وزير الماليه السابق تلاقاو في برنامج حواري كما اللي فيه نحن توا، وقت اللي قالوا المذيع راهي نقطه في التي في في الاداء على القيمه المضافه تساوي 300 مليون دينار، قالوا لا، قالوا التي في ماهيش توا هذه من بعد. اذا لم يقع التطرق الى الاداء الرئيسي وكيفيه تحصيله اللي في التي في نقدر ثم تهرب قيمه 6 مليار دينار، هذه ما وقعش التطرق اليها. بالنسبه للمؤسسات سوف يقع تتقال كاهل المؤسسات المصدره كليا ب 10% على الارباح،
و5% على توزيع الارباح على الاسهم بالنسبه للشركات الاجنبيه، و1.5% الاداء يعني على يعني اقتطاع من الاصل غوتيري لا سورس، مع 0.9% اداء للجماعات العموميه المحليه. هذا مضر للغايه. وقت ازمه ما ننتقلوش على قطاع رئيسي اللي هو القطاع التصدير اللي يخدم في 400,000 شخص واللي يمكن تونس من تغطيه العجز التجاري نقطه ولا نسبه التغطيه 70%، ومن اللي غطى العجز هذا هي الشركات المصدره كليا، مما ادى مؤخرا الغرف الصناعيه والتجاريه المشتركه، الغرفه المشتركه التونسيه الايطاليه والتونسيه الفرنسيه والتونسيه الالمانيه هددوا بان ينقلوا مؤسساتهم الى المغرب الاقصى، حيث الاداء على المؤسسات المصدره كليا ليس الا ب 8.75% من رقم المعاملات وليس من الربح، خاطر الربح ينجم يهرب يعمل كيما يعني فيسبوك في فرنسا تدفع كان 100,000 يورو، بينما في ايرلندا الديكلاراسيون تاعها 10 مليار يورو، تعمل يعني حسب الممارسات المحاسبيه تخفض في ربحها في فرنسا وترفع فيه في الخارج. الشركه اللي فيها مساهم اجنبي رئيسي باش تخفض في نسبه ربحها في تونس وترفع في نسبه المنتوجات الاوليه اللي توردها والخدمات باش تنقص في ربحها او تخرج في مره رابحه ومره خاسره. هذا علما بان نحن ما نصدروش في مواد قيمه مضافه عاليه، نرى كونه ايضا مشروع القانون الماليه لم ياتي بالجديد من حيث التشغيل ولم ياتي بالجديد من حيث القطاعات ذات القيمه المضافه. هذا اجمالا ما اراه حول هذا المشروع، ونحيي الكلمه لخويا الاستاذ محمد صالح فرادي مع شكر لك. ثم سعيد التميمي عضو المكتب التنفيذي مكلف بالعمل الثقافي عن الاتحاد العام التونسي للطلبه، يحب يلقي الكلمه تسمحوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قبل ان نروح اليكم التميمي عضو المكتب التنفيذي الاتحاد العام التونسي للطلبه المكلف بالعمل الثقافي. نشكر الدكتور محمد صالح فرادي والدكتور صدق جبنون على الدخل اللي اعطينا قبيله. وأردت أن يعني أنوه إلى شيء أساسي، وهو وأنه الاتحاد العام للطلبة بصدد إعداد رؤية لمشروع الميزانية 2014 التي سيبلغ من خلالها الموقف نتاعو. وهذه المناظرة والتي كانت نتاج للجنة نشكرها على المجهودات اللي قامت بها والتعب اللي تعبته من أجل إقامة هذه المناظرة، ستفرز إن شاء الله رابور باش يتم على اساسه بناء موقف الاتحاد العام للطلبه من مشروع الميزانيه. هذا ايمانا منا بان الطالب اليوم هو جزء لا يتجزا من المجتمع المدني، وهو فئه كما كان يحكي الدكتور صادق على انه الطلبه عندهم مشروع الميزانيه. هذا هو يؤثر مباشره في الطلبه كطبقه يعني وضعيتها الماديه تعيش وضعيه ماديه صعبه جدا، وكطلبه الضغط قاعد يصير عليها من خلال المشروع الميزانيه اللي قاعد نشوف فيه، سواء كان من خلال تعريف الدخل الفردي للحد الادنى للدخل الفردي في تونس، اللي مشروع الميزانيه تحدث على 5,000 دينار في وقت وزاره التعليم العالي تحدث على 3,000 دينار، وسواء كان من خلال ارتفاع معلوم الكرام اللي كان يحكي لنا فيها الدكتور. ان شاء الله تكون ندوه هذه فرصه وان الطلبه اليوم تنخرط اكثر في الشان العام وتحاول بلور اكثر رؤاها في من المستجدات الوطنيه، من بينها يعني مشروع الميزانيه 2014، ونرجو الاستفاده من الجميع. ونشكر جميع الحضور من ابناء الاتحاد العام للطلبه ومن الطلبه عموما اللي جاوا اليوم باش يستفادوا من المناظره هذه، وان شاء الله يعني الاستفاده الجميع. وبارك الله فيكم. وركت هيثم على هذا التدخل. عبر الاستاذ على المقاطعه تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بكل شيء معناها عندي شويه معناها مشاعر شويه صارت لي وقت اللي انا داخل تو الجامعه نتاعكم. اولا اول مره ندخل الجامعه بعد الثوره، هذه مهمه. ثانيا احنا تربينا في المدرسه هذه، يشرفني بكل فخر واعتزاز انه في وقت من الاوقات انتمينا للمؤسسه نتاعكم هي الاتحاد العام التونسي للطلبه اللي هي مدرسه نضاليه كبيره ياسر. ثالث حاجه انا اخر مره جيت لهنا كانت هي كليه شريعه لهنا، وكان اضراب جوع نضالي كبير برشا. نتصور عندكم هذه الفكره قاموا به
الطلبه مناضلين مناضلات من الاتحاد العام التونسي للطلبه من اجل معناها الدفاع على المؤسسه العريقه اللي هي كليه الزيتونه. ان شاء الله زاد انتم تكونوا معناها خير سلف خير سلف بنضالاتكم وان شاء الله بالمساهمه نتاعكم كطلبه في النهوض بالبلاد هذه بصفه عامه، لانه هي كل القطاعات لابد ان تكون متكاتفه من اجل رؤى معينه. ونحيي فيكم هالبادره هذه باش تحاولوا على الاقل تبلوروا معناها تصور معين من نظره الطلبه واللي هم القوه الفاعله في البلاد. ان شاء الله معناها تكونوا انتم معناها تكونوا حاملين الافكار اللي يمكن احنا اجيال تربينا عليها، ممكن في عهود الديكتاتوريه ما وصلناش نعملوها. ان شاء الله انتم في عهود الحريه. هذا وصف وتوصيف حريه، لانه انا نجم نتكلم اليوم كل حريه، كنت ممكن ما نجمش نتكلم في الكلام هذايا في جامعه كما هذه. انا المقاربه نتاعي السابق حابوا نخليو الطلبه يكون فما شويه اخذ ورد وجدل معناها كل باش نحاول معناها نقوم بدور نقدي شويه بالقراءه اللي تفضلت بها الدكتور. واحنا بدينا في الحوار هذايا حتى في مناسبات اخرى. دكتور نحيي فيك يعني معناها لابور المعرفي الكبير اللي نحاول معناها نأطروا به ونأصلوا به معناها الاشياء وفي اطار فهم الميزانيه.